كابتن احمد ياسين، اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا غني عن التعريف، كل السيرك عارف حضرتك. كابتن احمد ياسين احد نجوم السيرك القومي، واحد الشباب اللي دايما بيحاولوا بصفه مستمره ان هم يقدموا كل جديد في الفقرات بتاعتهم. قلت لي ان في ان شاء الله في خلال الاسبوع القادم في سفر لكوريا تقريبا. ان شاء الله. ده بخصوص ايه؟ ده مهرجان هناك، احتفال باعياد الربيع عندهم. ده العيد القومي بتاع المدينه اللي هي دوله كوريا الديمقراطيه او الشرعيه زي ما بيقولوا عليها. وده احتفال بيعملوه هناك كل سنتين. الاحتفال ده بيكونوا عاملينه على مستوى كل الفنون، سواء سيرك او اوبرا او كل حاجه، كل شيء، كل ما يخص الفنون. يعني المهرجان مش خاص بفن السيرك بس؟ لا هو خاص بكل حاجه، بس المهرجان يعني في السيرك لوحده كمهرجان، الاوبرا لوحديها، الرقص لوحديه، يعني في كل مكان من الاماكن دي في مهرجان. لكن هو مهرجان للفنون عامه في كل شيء، حتى مهرجانات خارجيه غير الفنون اللي داخل الاماكن زي السيرك او الاوبرا او كده. فهي بيدعوا ناس من كل دول العالم تقريبا، وبيكرموهم في اخر المسابقه. يعني هي بتتعمل بشكل زي مسابقه، ولكن مسابقه يعني مش لجنه تقييم او الكلام ده، بحيث انها تبقى مسابقه مراكز والكلام ده. وبيتم تكريم كل الدول المشاركه، لان طبعا احنا عارفين سياسيا كوريا الشماليه تحديدا منعزله شويه عن العالم، وعليها عقوبات وعليها حاجات كده لوحديها. فهي بتحاول مع الدول تعمل صداقات مع بعض الدول، فبتعمل زي تكريم لكل الدول. كم دولة مشاركة في المهرجان ده تقريبا؟ يعني انا ما اعرفهمش تحديدا دلوقتي، بس يعني على حد علمي ان روسيا مشاركة، الصين مشاركة، يعني دول كل مهرجان بيشاركوا. امريكا مشاركة. في دولة عربية غير مصر مشاركة؟ لا مفيش. يعني مصر الدولة العربية الوحيدة مصر فقط مشتركة. مين مع حضرتك تاني في السفر؟ معايا كابتن ايهاب وكابتن النوبي، فقرة الحرب والمطبخ، ومعايا كابتن عادل رضا رئيس البعثة. رئيس البعثة. ان شاء الله انت هتقدم فقرة ايه بقى؟ فقرة البنصات ان شاء الله. طب انا شفت الفقرة بتاعت البنصات الجديدة، وفيها خطورة، نسبة خطورة كبيرة جدا. يعني اللي اعرفه ان المفروض يعني من قواعد السلامة بتاعت اللعبة لازم يبقى في حزام الامان. يعني انت ليه بتقدمها من غير حزام الامان؟ اولا انا ما بحبش حزام الامان، يعني انا بحس ان انا متكتف بيه. بحس ان هو يعني مش قصه حزام امان. يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر كله عليه. يعني وارد جدا نقع وانا واقف على الارض، ما فيش مشكله، فبسلم امري لله. وقصه حزام الامان، يعني انا ما بعرفش اشتغل وانا لابس حزام امان خالص نهائي، ويمكن انا بلبسه في اخر حركه بس. وده يعني ده كان اجبار او الزام من الاداره ان انا لازم البسه، انا رافض تمام، بس اضطريت على ده. ده من ناحيه. الناحيه الثانيه ان شاء الله ده مهرجان عالمي، في فقرات عالميه كبيره. المهرجان اللي قبل اللي فات كان في حد بيشارك هناك بفقره شبه بتاعتي، ولكن على جهاز على الارض زي ما انا كنت بعملها الاول، جهاز على الارض. وهو بيعمل نفس الفكره، وبيعمل 6 ادوار، بيطلع على 6 ادوار. انا الحمد لله بعمل 7 ادوار دلوقتي تحت ما شاء الله، وعديته في الحته ديت، وعملت حاجات ثانيه. بس كنت عمال افكر ان انا عايز اعمل حاجه يعني اشرف بيها رقم 1 مصر، رقم 2 السيرك القومي. والفكره ان احنا مش لازم نشوف بره وصلوا لايه عشان نعمل زيهم. فبدات افكر ان انا عايز ابتكر شيء يبقى يتحط كده ان هو ده بتاع المصري احمد ياسين، او واحد مصري ابتكر الفكره دي. فهي فكره البالانسات او التوازن دايما بتبقى على ترابيزه على الارض او كده. فانا فكرت ان انا اعمل ترابيزه متعلقه فوق، مش على الارض. وهي دي كانت الفكره الجديده، ودي الخطوره من كده، ان هي متعلقه على مسافه عاليه جدا. وبعدين انا دامج فيها اكتر من حاجه، مش فقره بالانسات فقط. يعني دامج فيها في البدايه في الدخول حركات مثلا بتطلع حبل بعض البلانشات، الحاجات دي يعني الفنانين او اللي بيلعبوا رياضه فاهمين انها حاجات متعبه جدا ومرهقه الفقره البالانسات بتحتاج مجهود كبير جدا. قبل المجهود ده انا ببذل مجهود مضاعف، وبالتالي بطلع اكمل بقيه ده فوق. فده برضو رساله للناس اللي بره في العالم، ان المصريين قادرين ان هم يعملوا اكتر من بره بكتير جدا، وقادرين ان هم الحمد لله عندهم باور وعندهم قوه ان هم يقدروا يعملوا اكتر من مجهود في فقره واحده، ويعني باحترافيه وبشكل قيم يعني. ودي كانت الفكره من هنا، ان انا اوصل لابعد حاجه فوق في الخيمه. يمكن انا دلوقتي الجهاز تقريبا في ارتفاع جهاز ترابيز، وبدون شبكه من تحت، بدون اي امان تحت، بدون اي حاجه خالص. وده بيزود من قدره من الخطوره، ومن الحمد لله ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى رقم 1، ثم ثقتي في نفسي ان انا قادر ان انا اعمل الموضوع ده، قادر اطلع اكتر من كده كمان وبدون اي حزام امان. ربنا يوفقك يا رب.
كابتن محمد النوبي والكابتن ايهاب وصفي، الفقرات اللي هيتشاركوا فيها هناك كانت ايه؟ تعتبر ايه؟ اللي هي الفقرتين الاساسيين بتوعهم اللي اتعلموهم في الصين، اللي هي فقره الحرب الصينيه وفقره المطبخ الصيني، بيقدموا مع بعض برضه. هما الاثنين. طب انت قلت لي ان انت قبل كده اشتغلت في السيرك الايطالي، ومعروف ان السيرك الايطالي ما بياخدش الا الناس فعلا هم المتميزين جدا يعني. يعني المعلومه دي صحيح ان انا سمعتها، ما سمعتش منك انت. يعني انا سمعتها، انا عايزه اتاكد بقى من المعلومه دي فعلا. هو فعلا هو في سيرك ايطالي وصل مصر، هو سيرك مشهور جدا من عائله كبيره جدا في ايطاليا، معروفين لان هي برضه عائلات في ايطاليا السيركات هناك. وهي العيله دي جايه هي كعائله مع بعضها، بتجيب بعض الفنانين المتميزين جدا ومختلفين من البرازيل، من كولومبيا، من دول امريكا اللاتينيه ومن امريكا وكده. فهم هيجوا مصر هنا فتره واشتغلوا، بداوا يشتغلوا هنا. يعني كان سيرك ايطالي شغال هنا في مصر؟ مش انت سافرت بره يعني؟ في ايطاليا. هو المفروض ان شاء الله ان هو ما هيطلع يلف في الدول وفي ايطاليا ان شاء الله ان احنا نكون معاه باذن الله. فهو هو جه يتفرج على السيرك القومي هنا في مصر في العجوزه، بيتفرج على الحضارات، وفوجئنا ان في حد من يعني شغال معاه قال يعني كلموا علينا ان هو اعجب بينا جدا، وقال ان انا ما كنتش متوقع ان في عندكم في مصر مستويات بالشكل ده، فانا عايزهم معايا. فرحنا فعلا قعدنا مع صاحب السيرك، وفعلا قعدنا اشتغلنا معاه تقريبا سنه. ودلوقتي احنا في اجازه عشان كنا موضوع المهرجان كوريا وكده، وان شاء الله راجعين معاه تاني. فاحنا يعني شايفين. كنت تقدم برضه فقره البلاصات ولا كانت فقره ثانيه؟ البلاصات، واخواتي كانوا بيعملوا فقره البسكات. مين بقى من اخواتك تاني؟ محمد وخالد. ووليد انضم معانا شويه لان هو كان مرتبط في حاجه ثانيه. وخالد في بعض الاحيان بيعمل فقره المهرج كمان هناك، واشتغل فقره الخناجه كمان هناك. لكن هي الاساسيين بالنسبه له هناك كان فقره البسكات وفقره البلاصات. هو دول كانوا اساسيين في البرنامج معانا، الباقيين كان بعض الاحيان بيستعين بيهم. والحمد لله احنا قدرنا ان احنا نشرف مصر جدا ونشرف في السيرك القومي، لان احنا اولاد السيرك القومي، واشتراكنا مع الناس دي هو مبادره كويسه، ودي حاجه يعني اسعدتنا احنا ان الناس اللي جايه من بره، من اوروبا، بالثقافه بتاعتهم. خاصه ان صاحب السيرك ده اشترك في مهرجان مونت كارلو، وهو احد اعضاء لجنه تحكيم مونت كارلو كل سنه، اللي هو اعظم مهرجان بيتعمل في العالم. موجود وبيشوف طبعا كل المستويات وكل الجديد. فمعنى ان الراجل يعني يثني علينا وعلى فقراتنا ويعجب بيها، ده في حد ذاته انا بعتبره شرف للسيرك القومي اللي هو ربنا واللي احنا طلعنا منه. اولا شرف لبلدنا مصر مع الناس ديت جايه من اوروبا ومن امريكا، ثم شرف لينا طبعا ان احنا نكون مشاركين مع الناس ديت، والحمد لله نكون متميزين جدا. وجمهور، حتى الجمهور اللي بيخرج يوميا بيخرج اكتر فقرات بتعجبه هي الفقرات بتاعتنا المصريين، اكتر يمكن الفقرات الاجنبيه، وهم عندهم فقرات خطره جدا 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 وفقرات متطوره لابعد الحدود. ولكن الحمد لله احنا قادرين نثبت وجودنا معاهم، ويمكن اذا ما كناش اعلى منهم فاحنا في نفس المستوى معاهم. انا سعيده باللقاء بتاعك جدا، وعايزه اقول لك زي ما شرفت السيرك، شرفت مصر في السيرك الايطالي، ان شاء الله بامر الله متاكده ان انت برضه هتشرفونا بره. يا رب. انت كمان شرف للسيرك القومي. لا خالص، انا السيرك بجد والله، لان من النماذج المشرفه ومن الشباب الواعد اللي دايما بيدور على التطوير وعلى الجديد وعلى الاصلح للسيرك. فانا فعلا النماذج دي هي شرف للسيرك القومي، وانت واحد منهم. لا السيرك ده خيره علينا كلنا، واحنا بنعتبره هو الاب الحنون والاب لينا كلنا، حتى يعني هو الاب البابا والاب الجدي، هو اللي احتوى الناس دي كلها، وهو اللي علمنا وربنا، خيره علينا كتير. ومهما نعمله مهما نديله مش هنوفيه 1% من اللي هو اداهولنا، واللي ما زال بيديهولنا. احنا موجودين في الدنيا دلوقتي في السيرك او في البلد عامه على حس وعلى اسم السيرك القومي. يعني لما بدخل اي مصلحه حكوميه، اي مكان بروحه، اي حته، بعرف نفسي احمد ياسين لاعب السيرك القومي. فلو ما قلت احمد ياسين بس مالوش اي قيمه، لكن احمد ياسين لاعب السيرك القومي بقى ليه قيمه كبيره جدا في اي مكان بروح مع اي مسؤول، وبيحترمني جدا اول ما بقول له لاعب السيرك القومي. فده دي لوحديها ما تكفيش كنوز الدنيا كلها، وما تكفيش مهما اعمل مش هبقى اديته بس الحته دي. كابتن احمد ياسين لاعب السيرك القومي ونجم من نجوم السيرك القومي، بنتمنى لك كل توفيق. يا رب. شكرا يا فندم. السيرك التوفيق ان شاء الله والنجاح يا رب دايما بامر الله. عظيم زي بامر الله، الايام اللي جايه احسن للبلد كلها، بامر الله بامر الله. شكرا يا فندم، شكرا.